هو تاني مرة كشف. أول مرة زي ما انتوا فاكرين في القصة الأولانية اللي ما سمعهاش يرجع لها، كنت مكسوفة وماسكة في هدومي لأني كنت أول مرة أروح لدكتور النساء. بس بعد ما عجبني الدكتور وارتحت شوية يعني من خجل وكسوف، رحت له تاني مرة في الاستشارة عشان اطمئن على الموضوع إياه. بس تاني مرة رحت من غير كارتي. وقت الكشف ما كنتش مكسوفة زي المرة اللي فاتت، يمكن الخجل راح شوية. بدأ يلبس الجوانتي بتاعه، بدأ يكشف، يمكن كان فيه شوية ألم. بدأت أقول ضحك وقال لي يعني هو الكشف بيوجعك واللي انت بتعمليه ما كانش بيوجعك؟ قلت له يا دكتور دي حاجة كانت غصب عني، في الوقت ده ما كنتش حاسة ان في وجع، بكون مبسوطة، وخصوصا يعني زي ما حكيت لك ان جوزي يعني على قده، هو بيخلص بسرعة وانا بصراحة بحاول ان انا يعني زي ما انت فاهم. ولقيني اتسفت وديت وش الناحية التانية. امي ضحكت ضحكة بسيطة كده وقالت طب خلاص قومي هتكملي العلاج وتجيلي اخر مرة. وفعلا ورحت. هو من ساعتها وانا الدكتور ده مش عايز يروح من بالي، ورحت حكيت لجارتي على كل حاجة وقلت لها قد ايه انا معجبة بيه. وخلي بالك انا بلاحظ عليه حاجة كده، مش عارفة انا كنت صح ولا لا. هو طبعا بني ادم وكل حاجة، حسيت ان في حاجة كده بتتحرك عنده، اكيد جسمه ومشاعره بتتحرك، وخصوصا يعني ان انا حلوة. ومن هنا بقى بدأت جارتي اللي انا بقول عليها يعني الخبرة بدأت تعلمني. وجيه وقت الكشف التالي وقالت لي لا انت مش هتروحي كده، انت هتروحي زي العروسة بالظبط. قلت لها ازاي؟ ما انا نظيفة وفي كل حاجة. قالت لي لا خشي خدي شاور وادهني ده على جسمك كله. قلت لها ايه ده؟ قالت لي ده بيدهن زي الكريم كده بعد الحمام، بس هيخلي اي حد يشمك ما يقدرش يقاومك. قلت لها بس انا راح اكشف. بتقولي يا ستي ما تبقيش عبيطة، هو انت مش رايحة للدكتورة عادي الواحدة بتروح نظيفة وريحتها حلوة؟ وكمان الدكتور ده دخل مزاجك عادي، خليه ينشغل بيكي وخليه يفكر فيكي لحد ما نشوف هنعمل ايه. وفعلا دخلت اخدت الشاور ودهنت جسمي، وكمان اكدت عليا ادهن في مناطق كده معينة وازود الدهان في الموضوع ده. ورحت وقال لي عاملة ايه النهاردة؟ قلت له تمام انا حاسة ان انا احسن بكتير. قال لي طب اطلعي نبص بصة عشان نشوف هنوقف العلاج ولا لا، وشيلي كل حاجة عشان يعني اعرف اكشف براحتي. وفعلا طلعت وضغطيت بالملاية وبدأ يجي برضه يلمس الجوانتي وبدأ يكشف. بقولكوش انا حسيت بريحة الكريم اللي انا دهناه اللي هي كانت بتقول عليه بادي لوشن يعني. الدكتور المرة دي ما كانش على بعضه. وقت الكشف حسيت احساس غريب لدرجة ان انا كنت بغمض. وقت الكشف ما كانش فيه وجع ولا حاجة، بس كنت مبسوطة لحد ما خلص. تصدقوا بعد ما خلص ما حسيتش ان هو خلص، فضلت مغمضة لحد ما قال لي مدام احنا خلصنا الكشف قومي البسي. اتكسفت جدا، اتكسفت وانا قايمة هو كان لسه واقف قدامي، وشفت شيء ما عمري ما شفته على جوزي مع انه من فوق الهدوم، بس عمري ما كنت اتخيل الحجم اللي انا شفته ده. هو ده الحجم اللي انا نفسي اجربه. وروحت وانا حاطه الدكتور في دماغي وحكيت لجارتي على كل حاجه. وجبنا خط جديد وبدات اكلمه وبدات احكسه. طبعا هو مش متجوز، طبيعي اي واحده تقدر تشغله رسايل وكلام طبيعي هنشيل بيها. فين وفين لما قعد يقولي انا مش هرد عليكي تاني غير لما تعرفيني مين معايا، انا عايز اعرف مين معايا. قلت له وحكيت له على نفسي ان انا اللي رحت له وكنت عندي يعني التهابات من تحت وهو اللي عالجني وافتكرني. وقال لي انت فينك؟ انا بصراحه بدور عليكي من زمان وبتمنى ان انت تتعبي تاني عشان تجيلي تاني. قلت له بجد؟ قال لي من ساعه ما شفتك وانت ما بتروحيش عن بالي، وخصوصا بقى لما عرفت ان جوزك مش قادر عليكي او يعني على قد حاله. بيني وبينكم عرفت وحسيت ان الدكتور ده يعني رسمة ان هو واحد محترم عشان يعني الكشوفات وكده، بس من جواه طبعا حاجة تانية خالص. كنت في الاول مغمضة ومعرفش اي حاجة لحد ما بدأت افتح وعرفت فعلا امكانيات جوزي وفي امكانيات احسن بكتير. بدأ يقول ان هو عايز يشوفني، وانا كمان حطيته في دماغي وحطيت ان انا نفسي اجرب
نفسي اجرب الموضوع ده معاه هو بالذات، بس كانت دماغي رايحه في حته تانية في درجه ان انا بقول لجارتي انا هقولك حاجه بس يعني ما تضحكيش عليا، انا نفسي اجرب معاه على سرير الكشف. قالت لي يخرب بيتك انتي وصلتي لمرحله او يعني انتي كنتش قطه مغمضه، ايه اللي حصل لك؟ قلت لها بصراحه الموضوع عجبني، وفعلا قعدنا نتكلم كتير في التليفون لحد ما طلب ان هو يقابلني، بس كان شرطي الوحيد ان انا اروح له في العياده كاني بكشف، لاني ما ينفعش طبعا ان انا اروح اقابله في اي مكان تاني بما اني متجوزه. واتفقت ان انا اروح له اخر واحده، واستنيت لما الكل يخلص. كان الوقت اتاخر وان والدة عنده متعوده ان هي تمشي حتى لو بقى اخر كشف كشفين عشان عندها بيت واولاد، وكان بيقول لها روحي وانا هخلص الكشف وهقفل. وانا كنت الاخيره وقفل الباب. بدأنا نتكلم وكده، طبعا ما قبلكوش انا كنت رايحه مستنيه اللحظه دي قد ايه. بدأ يسألني عامله ايه والموضوع، قلت له بصراحه حسيت يعني ان في لسه شويه الم. قال لي بجد؟ طب ما قلتليش ليه؟ وانا ما عنديش الم ولا اي حاجه، بس زي ما قلت لكم انا كنت حابه اجرب الموضوع ده تاني. وبدأ يكشف عليا وانا بدأت اطلع اصوات غصب عني. انا قلت لكم يعني ان هو كان بنيني عن جوزي، وحتى لو جوزي كان معايا ما تفرقش معايا ولا بيأثر معايا. حس بإثارة، الدكتور حس بإثارة، بحس ده عليه لما شفته وبصيت في حتة معينة كده حسيت حاجة بقت جامدة. هو ده اللي أنا كنت عايزة أوصله. زودت الجرعة أكتر لحد ما الدكتور ما عادش قادر يمسك نفسه، بدأ يزود، بدل ما بدأ يكشف بدأ يعمل حاجات عجبتني قوي، والموضوع كمل لحد الآخر. قد إيه قمت وأنا كنت مبسوطة في اليوم ده، كنت مبسوطة وقررت إن أنا أعمل كده معاه على طول وأفضل معاه، وقررت إن أنا أشيل جوزي ده من دماغي. بدأت جارتي الفسدانة أو اللي هي يعني عندها خبرة في المواضيع دي بدأت كل مرة تقول لي البسي ده، البسي البيبي دول ده، وخدي الأندر ده، والبسي مش عارفة إيه، وحطي إيه مني في المكان اللي تحت. روايح مثيرة. بدأت أعمل كده وكل مرة بتحجج إن أنا عندي مشكلة وأروح أكشف آخر واحدة. قعدت معاه على الفترة دي على الحال ده فترة كبيرة لحد حسيت إن أنا بدأت أزهق منه. كنت طبعا كل كام يوم أروح مع جارتي نسهر قدام أفلام، كنت بشوف بقى الأحجام وبشوف، حسيت إن أنا زهقت منه وحسيت إن أنا عايزة أجرب حد تاني. قالت لي خلاص ايه المشكلة؟ اعملي زيي، انا كده كده بخش على النت وكل ما بزهق من جوزي كل يوم مع واحد شكل. قلت لها ازاي؟ قالت لي يعني في اللي بقابله وفي اللي قدام بعض على الكاميرا. قلت لها وينفع على الكاميرا؟ قالت لي في كل حاجة، شوفي بقى قيسي نفسك زي ما انت عايزة. بدأت اعمل زيها، بدأت توريني الطرق، بدأت افتح كاميرا ويطلب مني افتح كاميرا والبس حاجات معينة ونعمة. الموضوع عجبني، حاجة جديدة وحاجة غريبة، وفضلت على الحال ده فترة كبيرة. جوزي مش حاسس بيا ولا انا حاطه جوزي في دماغي، لحد ما بدات احس ان انا فيها حاجه مش هي دي البني ادمه اللي اتربت وعاشت. حسيت ان انا واحده زي الشيطانه بتعمل من غير تفكير، بقيت زي صندوق الزباله، كل شويه اي واحد يعجبها تعمل معاه. حسيت ان هي واحده رخيصه، وحسيت ان انا عرفت من نفسي. حسيت ان جوزي غصب عنه ان هو يبقى في المرحله ديت او على قلبه في الحاجات ديت، ده غصب عنه مش بإرادته، وان المفروض ان انا اقتنع. ادينا اهو جربت هنا وجربت هنا، لدرجه ان الدكتور كل شويه يبعتلي وانا خلاص زهقت منه. يبقى معنى كده الموضوع ده مجرد بس وقت وفتره، لكن انا اللي برخص نفسي. وحسيت ان اللحم رخيص مع اي واحد، مش هو هي اللي تمشيني. لكن بدأت إن أنا أبعد عن كل ده، بدأت أحب جوزي وخاف عليه لأنه بيشتغل وبيتعب. حتى جارتي بدأت أتلاشاها أو يعني أحاول إن أنا أبعد عنها، ما برنش بقعد معاها زي الأول، لأن جارتي دي شيطانية عمرها ما نصحتني إن عندي بيت وعندي أولاد، كان دايما بتمشيني في الطريق الغلط. حسيت فعلا إن الصحاب أو الناس اللي الواحد بتصاحب عليهم هما اللي بيجربروا لي الحاجات دي. يمكن كان عندي نية ان انا يعني مش مبسوطة مع جوزي او مش واخدة حقي في الحاجة دي، لكن هو يعمل ايه؟ هو غصب عنه، ايه المشكلة يعني؟